اهلا بيك في قناه اضرب. انا جو. القناه دي بتكلم فيها عن رياضه الفنون القتاليه المختلطه او الام ام اي. في فايت لسه حاصل قريب، كان حلو جدا. هو كان في الوزن المتوسط او الميدل ويت، كان ده اللي هو بيكون 185 رطل. كان النزال ده بين حمزه شمايف و اللي كان البطل، قاتل اسمه دريكوس دوبليسس او دي دي بي. المقاتل ده الفايتر ده كان كويس جدا، اخذ البيلت من شون ستريكلاند، وبعديها عرف يكسب اسرائيل اديسانيا ويحافظ على البيلت بتاعه على لقبه. وبعديها كسب شون ستريكلاند تاني، وقبليها بقى كان كسب مثلا روبرت ويتكر، بس ما كانش على حساب. المهم ان هو فايتر كويس جدا. ستايله اوكورد وغريب كده، يعني شبه اي حد تاني، بس هو من الاخر طالما انت بتكسب يبقى ستايلك بيشتغل وستايلك كويس يعني. فهو بقى كان دي دي بي ده كويس جدا وقوي جدا، لحد لما جاله حمزه دمر. النزال كان 25 دقيقه، منهم 21 دقيقه و40 ثانيه، يعني تقريبا 95% من وقت الفايت. حمزه هو المسيطر، هو اللي فوق دريكوس دوبليسس. منهم 15 دقيقه في وضعيه الكروسيفكس. هحط لكم صوره يعني ليها حد ما يعرفهاش. ان انت تقعد، يعني ان انت تبقى البطل وتقعد 22 دقيقه متسيطر عليك، و15 دقيقه في وضعيه كروسيفكس، وتاخد 520 ضربه، تاخد 520 سترايك. هما بصراحه ال 520 يعني كلهم ايه، بيبي بانش كده يا دوب، بس برضه 520 ضربه ومحطوط في وضع ان انت مفيش اي حاجه تقدر تعمله، مش عارف تدافع عن نفسك، مش عارف، كأن اللي هو شغل اخ كبير بيضرب اخوه الصغير كده، والاخ الصغير ده لا حول لي ولا قوه، يعني هو جاي يتضرب بس. فكان يعني انا حتى كنت متوقع مثلا ان حمزه يكسب، بس ما كنتش متوقع انه هيكسب كده. ما اعتقدش اي حد كان متوقع انه هيكسب كده يعني. في ناس بتدلع شويه وبتقول لا بس الفايت كان ممل. مش ممل، هو كان ممل علشان كان فايت من اتجاه واحد، عشان كان يعني الفايت علشان يبقى مسلي اكتر محتاج تبقى مش عارف مين اللي هيكسب، ويبقى رايح جاي ومش عارف ايه. لو افترى من ناحيه واحده فبالذات بقى لو انت مشجع للفايتر التاني، بالنسبه لك هيبقى ممل وفايت مش حلو يعني. انما لو انت مشجع حمزه شمايف، هو الراجل عمل اللي عليه وزياده قوي يعني. مفيش حد بيعمل كده في تشامبيون شيب فايت يعني، او في نزال على الحزام او على البطوله. فهو بصراحه عمل اداء يعني يخلي الواحد مش شايف اي ميدل ويت تاني او اي مقاتل تاني في الوزن اللي هو المتوسط ده، يعني ممكن حتى يقاوح مع حمزه. بل بقى وخد التقيله، حمزه هيثبت انه البيست ميدل ويت اوف اول تايم، اقوى مقاتل عبر التاريخ في الوزن المتوسط. بس نفس الايفنت ده كان في برضه فايتس ثانيه حلوه، يعني هتكلم عنها بسرعه. منهم مثلا فايت ليرون ميرفي فيرسز ارون بيكو. ارون بيكو ده كان جاي من منظمه ثانيه، لو انا فاكر صح منظمه بلاتور. هناك هو كان فايتر بقى جامد واخد البطوله قبل كده ومش عارف ايه. بس احنا شفنا قبل كده 100 مره يعني فايترز بيجوا من مؤسسات تانية غير اليو اف سي لليو اف سي، ويبقوا كانوا هناك ابطال وما حصلوش، ويجوا اليو اف سي يجي مثلا واحد رانك برقم 15، مصنف رقم 15، يبوظ له سمعته خالص اللي هو جاي بيه. فانا بصراحه ما بحكمش قوي بان واحد يبقى جاي من بره اليو اف سي بطل بره اليو اف سي موضوع. وقد كان في الفايت ده ليرون ميرفي كان معاه 6 فايت وين ستريك، كسب 6 نزالات متتاليه، وده كان النزال السابع. وخلصوا بالقضيه سبيننج باك فيست، اللي هي بحط لكم صورتها برضه. ليرون ميرفي بعد القضيه دي يعني شبه اللي هو ايه، خلاص حجز لنفسه ان هو الفايت اللي جاي ليه هيبقى ضد الكسندر فولكانوفسكي على الحزام.
بتاع الفيذر ويت وزن الريشه اللي هو 145 راوند. هيبقى نزال حلو جدا، اللي هو فولكانوفسكي ضد ليرون ميرفي، اللي هو بقى ايه الخبره ضد الشاب الجديد اللي جاي بقى وجعان عايز البلت لاول مره، ضد بقى فولكانوفسكي الراجل القديم اللي هو في اليو اف سي دلوقتي، خسر حزامه قبل كده بس بيرجع يكسبه على طول يعني. وهي كانت مره اللي هي قدام إيليا توبوريا يعني. بس وفولكانوفسكي انا عارف ان هو عايز ريماتش قدام إيليا، بس إيليا طلع الوزن اللي فوقه، فاحتماليه ان الريماتش ده تحصل ما بين فولكانوفسكي وإيليا مش عارف. ولكن فايت ليرون ميرفي وفولكانوفسكي هيكون حلو جدا. لسه مش مؤكد هو هيكون في شهر كام، بس تقريبا هيكون في شهر 12 في اخر السنه. الفايت الثالث اللي كان حلو قوي برضه في نفس اليوم ده وخلص برضه بنوك اوت كان كارلوس براتس فيرسز جيف نيل. الفايت ده فيه كان في وزن ال 170 رطل. براتس خلصه بالسبيننج باك البو، اللي هو بصراحه فايتر مسلي جدا. وتحسه كده واحد مننا يعني، اللي هو مدخن بيخلص الفايت ويولع سيجاره في الكونفرنس ومش عارف ايه. فهو تحسه اللي هو ايه يعني واحد من الناس كده. بس معظم الوقت يعني نوع الشخصيه ده معظم الوقت في الاخر مش بيوصل للبطوله، بس صعب برضه ان الواحد ياخد منه دلوقتي يعني. هنستنى ونشوف. بس ده كان الايفنت اللي فات بتاع حمزه وديكوز بليسس. اتمنى تكون الفيديو عجبكم. لو عجبك اعمل لايك، اعمل شير، سبسكرايب. بس سلام.